طب تتمنى ان مرتضى منصور يرجع رئيس نادي الزمالك الفتره طبعا دي؟ انا بتمنى طبعا. تتمنى. اه بس كان بيتقال عليك ان محمد رمضان عنده اصابه مزمنه في الركبه. طلع عليا فتره في الزمالك كده، بس لا. بس لا. طلعوا عليا، في ناس طلعت عليا في الزمالك كده. حسيت بيه ساعتها؟ حسيت بالزعل، وكنت عايز اطلع ارد، ما طلعتش ارد. ما ليه؟ رضيتش، ما بحبش اطلع ارد. كان في بعض اللعيبه بتتضايق ان مرتضى منصور بيعمل اجتماع بيهم ويصورهم فيديو وقبل الماتشات في لعيبه كانت بتتضايق مثلا من الحاجات دي. ليه؟ ايه اللي يقول لك كان انا ما بيحصل؟ بحبش الحاجات دي. تقدر هو تقول كان لي؟ مفكر ان هو بياخد اللقطه بسببهم، لا. مم. هو كان مرتضى منصور مش محتاج ياخد لقطه. مش محتاج ياخد طبعا. لقطه. اللعيبه كانت زعلانه ليه بقى؟ في لعيبه كانت زعلانه كتير. انا عن نفسي كنت مبسوط عشان انا بحبه. اه. كنت بحب اقعد اسمع منه واتعلم منه واتكلم واسمع كلامه وبتاع. فكان معظم كلامه كله مثلا نقعد نتكلم شويه في الجد، ومعظم كلامه كله تهريج وضحك وهزار. طب تتمنى ان مرتضى منصور يرجع رئيس نادي الزمالك الفتره طبعا دي؟ انا بتمنى طبعا. تتمنى. اه كمحمد رمضان بتمنى. مم. طيب انت كنت موجود في نبوشة اللي انت بتقول ان احد اعضاء الجهاز الفني، وده طبعا حد مصري ولا اجنبي؟ هو واحد في الجهاز الفني. ماشي تمام. معلش انت بقى بالكلام تقول له مصري ولا اجنبي، انا بقول لك واحد في الجهاز الفني، انا مش هقول اسمه. تمام. والكابتن ايهاب جلال، هل انت بقى كمحمد رمضان ما رحتش اتكلمت مع نبوشة او كابتن ايهاب جلال تقول له انا ما بلعبش ليه او ما بشاركش ليه؟ لا، مش من عادتي. مش من عادتك. طب ده مش شايف ده ان حاجه غلط؟ لا، مش شايف، من وجهه نظري مش غلط. ليه؟ انا بحب انزل اتمرن وبعمل اللي عليا، واللي بتاع ربنا رزق. بس انا في فتره الزمالك دي فعلا اتظلمت. ظلمت بلعب فيه. في مكان مش في مكاني. انا جاي 10، جايب تمام. 7 اهداف، عامل 10 اهداف في بوتوجيت. تمام. جاي نجم الفرقه. تمام. جاي ما خدش فرصتي، فكل الناس اللي جات معايا، كل الصفقات اللي خدت لعبت في مكانها الا انا. مم. بس كان بيتقال عليك ان محمد رمضان عنده اصابه مزمنه في الركبه. طلع عليا فتره في الزمالك كده، بس لا. بس لا. طلعوا عليا، في ناس طلعت عليا في الزمالك كده. مين اللي طلع عليك؟ ما اعرفش. محمد رمضان عنده اصابه مزمنه، ما حصلش الكلام ده. حسيت بايه ساعتها؟ النقاش في الطب طبعا نفسيتي. زعلت شويه من الناس. انتوا لسه ما شفتوش حاجه. وانا عشان جيت حضرت مؤتمر واتمرنت اول تمرينتين، وجالي التواء في الوتر الخارجي. اه. فقعدت اسبوعين، فخلاص كده جالي مازف او اصابه مزمنه، لا. لا طبعا ما ينفعش. حسيت بايه ساعتها؟ حسيت بالزعل، وكنت عايز اطلع ارد، ما طلعتش ارد. ما ليه؟ رضيتش، ما بحبش اطلع ارد. ما طب بحبش ممكن يكون في حد من جوه النادي اللي قصد كده؟ الله اعلم، عشان ما اظلمش حد. ما اعرفش. تعرفش؟ ما اعرفش. لو اعرف حامد كنت قلت له يا حامد انت قلت عليا كذا كذا، انا من عادتي دي. اه. بس انا ما اعرفش مين اللي قال. فمواقع كتير كاتبت كده. مم. بس انا مش فارق معايا كلام الناس، اللي يقول يقول واللي يكتب يكتب عادي يعني.